مع اسواق اخرى، ازاي اخترق اسواق اخرى. نوعيه الخبره دي فيها ضعف شديد جدا جدا في مصر، ولازم الدعم اللي احنا نديه ما هوش بس دعم مادي، دعم من ناحيه الخبره، من ناحيه التواصل ما بين الشركات دي وشركات اخرى، دعم للشباب ان هم يعرفوا لو عندهم فكره وابتكار ازاي هم يحولوا ده الى منتج، ازاي يفكروا 5 سنين 10 سنين قدام، مش هفكر بس السنه الجايه هعمل فلوس قد ايه، لا انا عندي شركه عايزه ليها قيمه معينه وعايز اوصل بالقيمه دي لمرحله معينه في 5 سنين في 10 سنين، لازم عندي رؤيه لقدام. استاذ نور، انت بتشعر انه في اراده سياسيه يعني بعد ثوره 25 للتغيرات اللي حضراتكم بتتفضلوا بيها دي؟ يعني لا يعني خلينا انا يعني هتكلم عن الناس اللي هم عندهم حسن نيه. طبعا في ناس موجوده ما عندهاش حسن نيه. بالنسبه للناس اللي موجوده عندها حسن نيه، في فعلا ناس موجوده عندها رغبه في تفعيل احسن حاجه ممكن تتعمل للبلد، لكن لا زالت مشكله كبيره في البلد عدم وجود المشاركه. حضرتك سالتي مثلا مشاكل الغزل والنسيج، احنا مثلا في الاحزاب بنحلها ازاي؟ لا غنى عن المشاركه. انا مش هقعد انا ورائد في لجنه اقتصاد نقعد نتكلم ازاي نحل مشكله لجنه النسيج، ومفيش عمال بيتكلموا معاكم ولا مصنعين. لازم احنا ندعم الناس دول اللي بيشتغلوا في المجال ان هم يكونوا نفسيهم، ان هم يشاركوا، يعني سواء يخشوا معانا في احزاب او يبقى لهم الاتحادات او النقابات دي اللي هي بتشارك وليها صوت وقانونا ليها حقوق معينه، ومن خلال المشاركه فقط كل يعني اصل احنا في كميه اصحاب يعني اعمال واصحاب رغبات معينه موجوده في البلد، ما ينفعش لجان صغيره في احزاب هي اللي تتبنى الكلام ده كله. لازم تحصل مشاركه حقيقيه. السنين اللي فاتت وحتى الايام دي ثبت ان احنا ربما يكون احد امراضنا العضال يعني هي الاداره والتسويق. العنصرين دول لما بنتكلم عن اقتصاد، غياب الاداره والتسويق دول كارثه. يعني حتى في كل القطاعات بما فيها السياحه اللي احنا كنا بنتباهى بيها، انت ما عندكش تسويق سياحي بشكل كويس. ايه اهميه او دور العنصرين دول عشان نعمل اقتصاد قوي في المرحله الجايه؟ خليني ارد على حضرتك الاول على الاداره. احنا كانت عندنا اداره فاشله على جميع المستويات، من قمه الهرم الى القاع. برضو يعني عشان ما اكونش متشائم او يعني مبالغ بلاش اقول كان عندنا في كل المستويات، لكن على الاقل على المستوى السياسي كان في اداره فاشله انعكست نزولا لمستوى اداري اقل. في من ضمن المعالم اللي بنتكلم عنها واللي كانوا بيتكلموا عنها قبل الثوره بس كان مجرد كلام، حاجه اسمها الحوكمه اللي هي الكوربريت جوفرنانس، وكانوا يقعدوا يقولوا محاربه الفساد. والحوكمه باختصار وعلاقتها بالمساله الاداريه ان يكون مثلا رئيس مجلس الاداره غير تنفيذي، ما يقعدش يشتغل بايده ويوقع شيكات ويؤدي العمل بنفسه. لانه بهذا الشكل دخل في العمل التنفيذي، وقد يكون في كونفليكت اوف انترست او تعارض مصالح، هيبقى خصم وحكم في نفس التوقيت. ما ينفعش يكون مجلس الاداره مثلا اعضاء مجلس الاداره من التنفيذيين وفقط اللي هم قاعدين بيشتغلوا العمل اليومي. رئيس الحسابات مثلا والراجل بتاع التسويق كلهم هيظبطوا الامور مع بعض ويروحوا للجمعيه العموميه في اخر السنه يقولوا لهم لا ده الدنيا حلوه وجميله وزي الفل. اذا لابد من وجود اعضاء مجلس اداره غير تنفيذيين. انا بكلم حضراتكم على الشركات المساهمه، الشركات الكبيره اللي تقدر تصرف على وجود اعضاء مجالس اداره غير تنفيذيين. لازم في حاجه اسمها مثلا لجنه مراجعه، دي لجنه مراجعه تبقى منبثقه عن مجلس الاداره ومشكله من اعضاء مجلس الاداره غير التنفيذيين اللي ما لهمش مصلحه في العمل اليومي. طيب هذا الكلام بالنسبه للشركات. عندي شعور ان الكلام واخدنا في اقتصاد بحت. في سؤالين طول الوقت كل المواطنين بيسالوا: ليه قصة الدعم دي في مصر مفهوم الدعم لا يطرأ عليه لا تطور ولا تغير، وطول الوقت بيستخدم وكأنه يعني سلاح ضد المواطنين، يعني فزاعة، آلة تعذيب. هل يعني مصر هي الدولة الوحيدة في الدنيا اللي عندها أزمة عيش، عندها أزمة الخبز؟ يعني إيه في عيش مدعم يبقى دون المستوى الصحي المفروض في الدنيا كلها؟ يعني ايه انا بدعم انبوبه البوتاجاز فيا تبقى مش موجوده يا تبقى موجوده وبشروط؟ يعني ايه فلسفه دعم؟ احنا عايزين نغير الكلمه دي، يعني لانه يعني الاداء ده في نوع من الامتهان لكرامه المواطن المصري.
بالظبط. انا مع حضرتك تماما. خلينا نفرق ما بين حاجتين: الدعم والرقابه على وصول الدعم لاصحابه أو للمستحقين. بالظبط. اكيد ممكن غير الآلية دي. يعني شوال الدقيق اللي من يوم ما وعيت على الدنيا وانا بسمع انه بيتسرق او بيتباع في السوق السوداء، ليه لازم ادعم الدقيق؟ يعني بدي للناس مرتب طبيعي ويشتروا عيش طبيعي. يعني مش ده ممكن يكون تفكير بطريقة مختلفة؟ يعني طبعا هي بس خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل آليات العمل اقول لحضرتك بس شويه ارقام بسيطه. احنا مبلغ الدعم في الموازنه السنه دي 157 مليار جنيه مصري، منهم دعم للمواد الغذائيه فقط 19 مليار، مقابل 95 مليار لدعم المواد البتروليه. انا الحكايه دي عامله لي انا مش فاهمها. 19 مليون اللي احنا بنتكلم فيه، لان احنا فاهمين ان الاكل بياخد اكتر دعم. ده احنا بيضحك علينا. 19 مليون دي 19 مليار. دي ارقام حقيقيه صحيح؟ الارقام من الموازنه يعني الموازنه بتاعت يعني خلاص يعني منشوره 19 مليار جنيه مصري لدعم المواد التموينيه. طب يعني حتى بلاش نتكلم على الدعم ده خالص. خليه بغض النظر عن بسلبياته بايجابياته، بلاش نتكلم فيه. هنحط وقت كتير جدا فيه. في مقابل يعني اذا بنتكلم بمعيار الاهميه النسبيه، فاين، خلينا ندرسه على راحتنا وخلي الامور ماشيه زي ما هي. مش بيكلف ميزانيه الدوله، مش بيرهق ميزانيه الدوله بالشكل اللي احنا متصورينه. اخذا في الاعتبار حاجه اساسيه: الدعم له غرض سياسي. الدعم له غرض سياسي من انه يحقق العداله الاجتماعيه اللي احنا بنقولها. لانه الدوله مش دور الدوله واحد بيدير وواحد قاعد يحسب ارقام. مكرم باشا عبيد في ميزانيه 42 كان بيتكلم على موضوع العداله الاجتماعيه، وكانت ميزانيه الحقيقه موازنه قطعه ادبيه مش خاليه من الارقام. قال فيها نفس الكلام ده من 70 سنه. من 70 سنه هذا الكلام اتقال. وقال انا لما كنت ماشي في رايح بلدي شفت الفلاح قد ايه متهان وقد ايه كذا وقد ايه كذا. اذا الدعم له غرض سياسي. اذا لم يحقق العداله الاجتماعيه يبقى بلاش منه. احنا النهارده بنتكلم عن عداله اجتماعيه. مشاكلنا في رغيف العيش والامور دي، وبقول سياسيه، يعني رغيف العيش دون المستوى. دون المستوى. القصه مش قصه تكلفته قد ايه، رغيف العيش دون المستوى. يعني دي مافيا. يعني حضرتك بتديني احساس انه لازم اسال السؤال بطريقه ثانيه: هل احنا عندنا مافيا سعيده بان الازمه طول الوقت نعم. تكون موجوده؟ نعم، بلا شك. ده اللي ادى للثوره. هقول لحضرتك حاجه: احنا واحنا ما رحنا زورنا سوهاج، احد الاصدقاء وانا بلف معاه قال لي: شايف المجمع المستشفيات؟ وكان اسمه مجمع مبارك، شالوه حطوا بقى اسمه مختلف. قال لي في اكبر نسبه هو مجمع، كان المجمع المستشفيات في جزء للاورام. فقال لي في اكبر نسبه مصابين باورام في سوهاج. من ايه يا سيدي؟ قال لي مبيدات مسرطنه ومياه مجاري عمالين بنشربها، مع عدم اهتمام من الحكومه المركزيه في مصر بالصعيد. ادى هذا الكلام للمصايب اللي احنا فيها. مطلوب افقار الشعب المصري، اضعاف الشعب المصري، بحيث انه يفقد قراره السياسي. طيب دي كانت الصوره قبل كده يعني يا استاذ نور. يعني على الاقل نهدي للقائمين على الامر حاليا بعض النقاط اللي انتم شايفينها كشباب اللي لازم يعملوها في 1 2 3 4. ما هو دي علامه الاستفهام اللي موجود عندنا في الوقت الحالي. يعني احنا بصينا على الموازنه ولقينا ما فيش اي حاجه فيه اتغيرت، واحنا مش فاهمين هل احنا مجرد بننسخ من اللي قبل كده، ولا احنا فعلا في نيه ان احنا نعمل تغيير. يعني احنا شايفين ما فيش اي مقترح من مقترحات الاحزاب الجديده اللي خرجت، اللي هي فيها فعلا ناس كتير عندها وعي وعندها افكار. ما فيش اي حاجه اتطبقت لسه في مجال للاصلاح. وده احنا لازم نفتح في الوقت الحالي حوار مباشر مع وزاره الماليه ونفهم منهم ايه الهدف من وراء الدعم ده، وليه الاوراق اللي احنا بنطلعها وبنطرحها ما بتتحطش في الاعتبار. بالنسبه برضه لجزئيه الدعم السياسي، هي انا ممكن احنا نقارنها شويه زي انا اللي بيبقى عندي طفل وانا بضربه على ايده علشان يفضل قاعد جنبي عشان اخد بالي منه. يعني هي مساله ان انا يعني هل احنا عندنا مثلا نقص في الغاز عشان ندعم الغاز؟ يعني ده سؤال برضه عليه علامه موازنه دعم. بس انا عندي كمان مساله تعظيم الموارد، تعظيم الايرادات. انا عندي ازمه وانا عندي ايرادات ممكن احصل عليها. عشان كده بقول لكم قولوا لهم ايه، احنا ما زال في وقت. النهارده الضرائب في الموازنه الاخيره 232 مليار، يعني اذا ما خنتنيش الذاكره. منهم حوالي 110 مليار ضرائب دخل وبتستقطع من الموظفين. 108 مليار ايرادات اخرى بتشمل قناه السويس، و108 مليار. فاحنا نريد في هذه الحاله
تعظيم الايرادات الريعيه. فاين، على عيني وراسي. مشكلتنا الاساسيه هو الخلل الهيكلي ما بين الاستيراد والتصدير. هي دي المشكله الاساسيه في مصر. نحن نستورد حسب الموازنه، أنا مش ارقام من عندي، حوالي 40 مليار تقريبا او 30 مليار، مش متذكر الرقم. السلعه اللي احنا بنصدرها حوالي 17 مليار، 30 مليار وبنصدر 17 مليار دولار. ها؟ جنيه مصري. دولار؟ جنيه مصري. جنيه مصري. اذا واضح هنا ان في خلل في الجزء ده. هذا هو المفتاح بغض النظر عن اي شيء تاني. هذا هو المفتاح. اذا اسقطنا او يعني استبعدنا من الفكره، من الحسبه، الغاز، فروق الاسعار الغاز والدعم على الورق هنبص ليها في الاخر اتحصلت، وقفت عند الحته دي. نحن نستورد اكتر مما نصدر واكتر مما ننتج، ببساطه. هي this is the key، هو ده المفتاح. واحنا طول الوقت مصر